خليني أبدأ بسؤال صريح جدا. انت داخل الترم التاني وانت حاسس ان انت متأخر، حاسس ان انت مهما ذاكرت مش هتلحق، او يمكن فقدت الثقة في نفسك اصلا بسبب درجات الترم الاول. لو اي احساس من دول لمسك فالفيديو ده معمول عشانك. الترم الاول خلص، بس القصة لسه مخلصتش. قبل ما اقولك اي نصيحة لازم اقولك انا بتكلم منين. انا الحمد لله طول عمري من الاوائل وبجيب الدرجة النهائية، وكمان في تالتة اعدادي طلعت الاولى على المحافظة وقفلت الترمين ودخلت ستيم بعدها. حاليا انا في ستيم، يعني انا جربت ضغط المذاكرة وجربت خوف النتيجة، وجربت كمان ان الغلطة الصغيرة ممكن تضيع مجهود سنة. فكل كلمة هتتقال هنا اتجربت قبل كده، وده مش عشان اتباهى، لكن عشان تبقى مطمن ان الكلام اللي هتسمعه هنا مش نظري بس، لا هو كل حاجة فعلا اتجربت. خليني اقول لك حقيقة مهمة جدا. الترم الاول مش مقياس لذكائك. في طلبة شاطرة جدا وقعت، وفي طلبة فهمت متأخر بس ممكن تسبق. الفرق الحقيقي مين قدر يستغل الترم التاني صح، ومين قرر انه يبدأها صح او يلحق اللي باقي ويكون صح. الفشل مش انك تقع، الفشل انك تكمل بنفس الطريقة وتستنى نتيجة مختلفة وتقرر ان ده اخرك. واللي بيفرق بين طالب وطالب مش الذكاء، لكن القرار والقدرة على الاستمرارية. عشان كده الفيديو ده اول فيديو في سلسلة كاملة اسمها الفرصة الاخيرة. في السلسلة دي مش هحفزك وخلاص، انا هديك خطة للمذاكرة واضحة وطرق عملية ترفع درجاتكم وازاي تلم المادة حتى لو انت ضعيف فيها. وكل فيديو هيبني على اللي قبله، يعني لو مكمل معايا انت ماشي بخطة مش عشوائي. وده اللي هنبدأه بداية من اول فيديو، واللي هو الفيديو ده. بس قبل اي خطة لازم تكون فاهم حاجة واحدة، ان الدرجة النهائية مش سحر ومش حظ ومش للي بيسهر اكتر. الدرجة النهائية هي نتيجة لفهم وتنظيم والتزام. حتى لو وقتك قليل، حتى لو درجاتك كانت وحشة، لسه تقدر تعوض، بس بشرط واحد: انك تاخد القرار بجد. في لحظة معينة كده لازم تقف مع نفسك وتقول أنا هكمل بنفس الطريقة ولا هتغير. أصل الترم التاني مش زي الترم الأول. الترم التاني محتاج منك تركيز ووعي ومجهود محسوب، لأن هو أصلا ترم قصير عن الترم الأول. ولو فضلت تذاكر بعشوائية حتى لو تعبت، النتيجة مش هترضيك للأسف. فحتى لو وقتك قليل وحتى لو متأخر، فلسه في فرصة، بس مش لأي حد، للي ناوي يلتزم بس وخد القرار من النهاردة. والفيديو ده هو مجرد بس شعلة كده أو رسالة تقولك لازم بقى نبدأ بجد الترم التاني. فلو ناوي تعوض بجد ما تنساش الاشتراك وتفعل الجرس عشان ما يفوتكش ولا فيديو من السلسلة اللي ان شاء الله هتتعمل، اللي اسمها الفرصة الأخيرة. واكتبي في الكومنتات انت في أي سنة، وايه اكتر مادة محتاج تعوض فيها، وكمان ايه هي المشاكل اللي بتقابلكم في المذاكرة. والفيديو الجاي في السلسلة ان شاء الله هنتكلم فيه عن خطة مذاكرة ذكية للترم التاني تنفع لأي طالب مهما كان مستواه. وان شاء الله بالخطة دي هيقدر يعوض، لان دي مش مجرد فيديوهات، ان شاء الله هتبقى خطة انقاذ لكلكم، وان شاء الله كلكم تجيبوا الدرجات اللي بتحلموا بيها وتطلعوا الاوائل. بس كده، ده كان فيديو النهاردة. وفي النهاية بقى ما تنسوش تصلوا على النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.